السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي في الله، كما تلاحظون أنا جئت إلى متجر بمراكش، وبالضبط لجامع الفنا. في جامع الفنا توجد عدة أشياء جميلة، ديكورات، أواني المطبخ، براد للشاي، أكواب للقهوة، أكواب للشاي كما تلاحظون. لو أردتم يعني قنديل علي بابا هو كذلك موجود. ما أهمني أنا وما أثار انتباهي لشرائه هو هذا الشكل، أعجبني كثيرا. وهذا للحفاظ على الكحل المدقوق باليد أو الكحل اليدوي، وليس الكحل الصناعي. نضع الكحل هنا. لو سمحتي حل باش نوريهم. كما تلاحظون هذه مصنوعة من العظم. عظم ايش من حيوان؟ ايش من حيوان العظم؟ ديال العظم، عظم ديال الجمل. هذا عظم عظام الجمل، وانا اشتريت اللون الابيض كما تلاحظون. جميلة الشكل، وأتمنى زيارة هذا المحل. أثمنة مناسبة، وفي نفس الوقت ما شاء الله ديكورات كما قلت. بالنسبة لهذه الديكورات هي لما نضع أكواب الشاي أو أكواب عصير على الطاولة نأخذ هذه المجموعة. وهنا كذلك نفس الشيء للأكواب الصغيرة. ما شاء الله تبارك الرحمن، اللهم زد وبارك في ذلك. هنا أباريق الشاي بالنحاس، ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه أواني منزلية أو للمطبخ التي نحتاجها في المطبخ، مصنوعة باليد ومنقوشة باليد كما تلاحظون. هنا هذه الأواني للسلطات، للحساء. هذه الأواني أو الصحون للحلويات، للسلطة كذلك، للسمك. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا النوع من الصحن للتوابل أو للمكسرات، فواكه الجافة أو للتوابل. ما شاء الله توجد عدة كما تلاحظون عدة أشكال جميلة منقوشة باليد. هذه مواد أو أواني فخارية من مدينة فاس. تأتي هذه الأواني من فاس كما تلاحظون، مدينة فاس. وتوجد بعض الأواني الفخارية يعني تشترى من آسفي أو تأتي من آسفي. شكرا لكم ومع ألف سلامة. نلتقي في متجر آخر إن شاء الله.